السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وباحسن حال ان شاء الله. عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم من اخر فيديو نزلته معاكم. بس انتوا عارفين زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، والله ده مش تقصير مني، بس النت والله. يلا الحمد لله، الله المستعان. المهم يا جماعة، عايزاكم تدعموني باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا، عشان بس قناتي تتفعل، عشان والله العظيم والله العظيم في الأيام دي الواحد محتاج لأي أي دخل إضافي. وزي ما متعودين مع بعض، قبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول. همكم يزول. شطورة يا رودي. قولوا لهم حطوا اللايك لماما. حطوا اللايك لأمي، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، عشان دي أحلى واحدة شفتها في حياتكم. ما تنسوش. ماشي. احنا لسه صاحيين يا جماعة، معلش زي بعضه، فلسه لسه صاحيين من النوم، معلش. بصوا يا جماعة، قلت لكم زي ما قلت لكم قبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همكم يزول. بصوا غلاء الأسعار وجوع آخر الليل عمل فينا ايه ده يا جماعة. بسكوت الزنجة احنا ملقناش ليه اسم، فمحمد ابني قال لي يمي سميه بسكويت الزنجة. الزنجة ازاي يا محمد؟ قال لي عشان اتعمل وقت زنجة. قلت له ماشي. ده يا جماعة ولادي في الليل يا يمي احنا جعانين. طب يا عيال دلوقتي جعانين ازاي؟ ده احنا الساعة 1 بالليل. قال جوعنا. رحت والله العظيم ما هنش على سيبنا لما نايمين خلاص يا رون. فقمت كان عندي ايه اكتر من ربع كيلو دقيق. روح اعملي شي ماشي، ربع كيلو دقيق وبيضة ومعلقة بيكنج باودر ونص معلقة خميرة وذرة ملح معلقة سكر او معلقتين، حاجة زي، لا معلقتين سكر يا جماعة، عشان البسكوت ده اما يبقى محلي. ماشي والله العظيم، وكل ده ضربته في قلب بعضيه. المقادير دي ضربتها مش مقدار، كمان انا ما كنتش عامله حسابي على حاجه، ده مش مقدار، ده بالبركه كده. صليتوا معايا على النبي عليه الصلاه والسلام. فيا جماعه والله العظيم كل حاجه انتم متعودين معايا. انا سميت قناتي على قد حالي ليه؟ عشان كل حاجه فيها على قد حالي، كل حاجه فيها والله العظيم والله العظيم كل حاجه فيها بالبركه. اما اعمل كل حاجه فيها بالبركه. معلش يا جماعه انا واخده دور برد، عذرا. فانا عندي برد مزمن فاعذروني معلش. بص يا جماعه والله العظيم كان طعمه تحفه، والله العظيم الحاجه اللي بتعمليها بالبركه، ببركه ربنا، بتسمي الله وتقولي بركتك يا رب معايا، والله العظيم ما بيطلع احسن منها. والله العظيم طعمه كان حكايه. ربع الدقيق بسم الله ما شاء الله عمل لنا طبقين بالحجم ده. احنا كنا بنصور بالليل يا جماعه، والاخ احمد كان بيصورنا وهو طافي الفلاشه بتاع التليفون، فالاضاءه كانت على قد حيلها. ماشي، فاعذروني معلش. صليتوا معايا على النبي احلى اخوات. ذكرتوا الله، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي يا اخواتي. بالنسبه للي عندها فرن، لو شفتوا كيس الحلويات بتاع الحلواني، لو نزلته كده زي البسكوت بكيس الحلواني بيبقى احلى، وحطته في الفرن بيتجمد من فوق ومن تحت. لكن انا يا جماعه بالنسبه لي انا على قد حالي، لما ما عنديش فرن عملته للعيال في الطاسه. استني يا رودي. ماشي يا جماعه. وهو كان بيتجمد من تحت، وكنت باجي اقلبه، كان لما في بيض كان بيلزق في المعلقه،
بس ماشي. فبالنسبة يعني لو اللي عنده فرن أحلى. وبالهلا والشفا للي كل. بس والله العظيم يا جماعة وحياة ربنا كان طعمه. أنا حطيت 1/4 كيلو دقيق، بيضاية، 3 معالق سمنة، معلقة زيت، 1/4 معلقة خميرة فورية، معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، و3 معالق سكر أو معلقتين على حسب التحلية اللي انت عايزاها، أو معلقة. ماشي يا جماعة. والله العظيم عملوا لنا طبقين. وطي البوتاجاز يا أحمد. عملوا لنا طبقين بسم الله ما شاء الله. 1/4 كيلو عمل طبقين كبار والله العظيم. يعني العيال كلوا منه بالليل وفطروا منه تاني يوم. وربنا يا رب يرخي قوت الإسلام يا جماعة. ادعوا معايا. عفوا لسه صاحي من النوم يا جماعة معلش. يا ربنا يرخي قوت الإسلام يا رب. يا رب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. عشان لو انت يا رب ما رحمتنيش مفيش عبد هيرحم عبد زيه. والله العظيم ما في عبد هيرحم عبد زيه. ده الواحد لو طال اخوه اللي هو اخوه عايز ياكله. يعني لو واحد فقير شوية واخوه غني عايز ينهبه، ما بالك عاد من الناس الغريبة. ربنا يرحمنا برحمته. ربنا ينزل في قلوبنا الرحمة على بعض. اللهم امين يا رب العالمين. معلش يا جماعة الإضاءة استحملوني. هي مش محروقة والله العظيم. دي الإضاءة حقك عليا والله العظيم. لونها وطعمها كانوا حكاية والله العظيم. ربنا ما يحرمش حد من الخير في بيته يا رب. ربنا يرخلنا الجوت عشان محدود الدخل اللي زي حالاتنا يا جماعة. أقل حاجة عنده بتفرحه في البيت والله العظيم. والله العظيم أقل حاجة عنده في البيت بتفرحه. وده يا جماعة الشغل الهاندميد اللي بعمله في البيت ده شغل ايديا. عشان تصدقوني بس اللي هتقولوا دي كانت مشتريه حاجات وبتوريها لنا، لا والله العظيم دي الحاجات دي بعملها بايدي. يعني بنزل شغل من على اخواتي وحبايبي اللي هم بيعملوا شغل الهاندميد في البيت، التوك والحاجات دي. والله العظيم يعني بتبع الخطوات اللي بيمشوا عليها. ربنا يا رب يكتر عليهم الخير وربنا يزود رزقهم يا رب يا رب. فبنزل شغل حبايبي دول وبعمل زيه والله. والحمد لله يعني ماشي الحمد لله. بس ادعوا لي يا جماعة مشروع السغنون ده ينجح. لأنه والله العظيم أقل واحدة فينا زي حالاتي يعني أي حاجة في البيت دلوقتي، أي حاجة تدخل لها في البيت بتنفع معاها يا جماعة. وعايزة أقول لحبايبي وأخواتي بعد ما تصلوا معايا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين نقف نتفرج على بعض يا جماعة ونقول غلا الأسعار، لا عايزين نشغل مخنا. يعني تشوف كل واحدة تشوف أي حاجة في البيت تنفع تعملها. اللي بتعرف تعمل تربي شوية فراخ، تربي شوية بط، اللي بتعرف شغل مفارش تجيب لها أي حاجة في البيت تبيعها برضو يا جماعة. في الأيام دي بتساعد. مش نحط همنا كله على الراجل، وانت ما جبتليش وانت ما عملتليش وانت ما سويتليش، انا عندي ايه زي الناس. اسفه يا جماعه على الصوت بس دي بياعين بره ما اقدرش اقول لها اسكتي. صليتوا معايا على النبي عليه الصلاه والسلام. بص صغنون ده دبوس. فواحده كانت عايزه رسمه معينه في الدبابيس دي فكنت بعملها لها يا جماعه. ربنا يا رب يكتر علينا الخير احنا واياكم يا رب. ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب احنا واياكم يا رب. ربنا يدي كل واحد على قد اللي عايزه. امين يا رب العالمين. وما تنسونيش باللايك والاشتراك يا احلى واعز اخوات في الدنيا. والله العظيم احلى واعز اخوات في الدنيا. بس يا رودي اصبري.
انتوا احلى عيلة في الدنيا، وحياة ربنا احلى عيلة في الدنيا. ومعلش حقكوا عليا يا اخواتي الغاليين، لما كنتش بدخل عندكم في القنوات، معلش والله العظيم، والله العظيم ما كان معايا نت، لسه شاحنين الباقة والله. والله ما كان معايا، والتليفون ما تنسوش انا كنت عاملة فيديو بخصوص التليفون، كان مع محمد برا، ومحمد الحمد لله جه فبقدر اصور. روح اعملي، روح. ماشي يا احلى اخوات في الدنيا. فان شاء الله بمشيئة الرحمن، يعني فضلا وليس امرا، ما تنسونيش باللايك. كل اللي عينها قمر تشوف الفيديو بتاعي تحط لي اللايك، عشان قناتي والله العظيم كلنا كده، كلنا محتاجين قنواتنا تتفعل. انتوا فاهميني؟ كلنا محتاجين قنواتنا تتفعل عشان يدخل لنا منها ربح، عشان ربنا يرزقنا منها. انا اي نعم لسه ما عملتش حاجة في السعيد، بس لما تشاهدولي هحقق السعيد. ربنا يا رب يرزقكم من حيث لا تحتسب. عايزين يا احمد؟ ماشي يا جماعة. يا جماعة بقول لكم ايه، يا مكة مش ظاهرة معايا ليه في الفيديو ده؟ اكيد كلكم هتسألوا على مكة ولا هتنسوها. مكة يا جماعة كانت نايمة، فاستغليت الفرصة زي ما هي نايمة دلوقتي. ماشي، لان هي بسم الله ما شاء الله شجاوتها بصوا ما بتسيبش حاجة في حيلها. يعني كانت مخلتنيش عملت حتى دست على المسدس بتاع الشام. ربنا يخلي لكم ويدي كل محروم، ويدي اللي نفسه في الخلفة يا رب. ربنا يديه ويرزقه يا رب، ويفرحوا بضناه يا رب. آمين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة، بمناسبة شهر شعبنا اهو أول يوم السبت. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ربنا يعود عليكم الأيام وعلينا بخير يا رب. ربنا ما يحرمناش من حبايبنا، ربنا ما يحرمكوش من حبايبكم. وزي ما قلت لكم يا جماعة، يا أعز وأحلى أخوات في الدنيا وأحلى عيلة والله العظيم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا، بعد ما تصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ماشي يا أحلى أخوات في الدنيا. ما تنسيش اللايك لأمي. ما تنسوش اللايك لأمي يا جماعة، احنا هنا بنقول أمي يمي. ماشي، احنا هنا الصعايدة بنقول كده. الله أكبر يا جماعة، مكة صحيت. الله أكبر، الله أكبر. ربنا يستر، أكمل الفيديو على خير. بصوا يا جماعة، ده شغل إيديا والله العظيم. أسفة أنا بشتغل يعني وأنا قاعدة عشان ظهري بيوجعني من الوقفة. ماشي يا جماعة، فشجعوني، شجعوني باللايك والاشتراك، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ايه يا ماما؟ معلش معلش، قولوا لي رأيكم، محتاجة أسمع رأيكم ضروري ضروري. في الشغل ده، في الفيديوهات بتاعتي. ربنا ما يحرمنيش من رأيكم يا رب. ماشي يا أحلى أخوات في الدنيا. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ وما تنسوش يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش تدعوا معايا دعوة حلوة لفلسطين. مين يا ماما؟ تعالي تعالي تعالي، لعلها يا جماعة تكون ساعة استجابة، وربنا يستجيب لحد فينا. دعوة حلوة لإخواتكم في فلسطين بمناسبة الأيام الكبيرة اللي داخلة علينا يا جماعة. ربنا يفك الكرب اللي هم فيه، ربنا ينصرهم على من يعاديهم يا جماعة. ربنا يخفز بإسرائيل الأرض، ربنا يخفز بإسرائيل الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إسرائيل على اللي انت عاملاه في البشر. حسبي الله ونعم الوكيل. ادعوا معايا يا جماعة بالله عليكم، كل اللي تسمعني بقول فلسطين تدعي معايا، ترفع ايديها للسماء وتقول يا رب أرينا عجائب قدرتك في إسرائيل، وكل دولة ظالمة، وكل دولة ظالمة، وكل بني آدم ظالم، وكل بني آدم ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله العظيم. ربنا ينصر فلسطين، ينصر كل دولة في أزمة على من يعاديها.
ربنا إن شاء الله يحرق كل دولة ظالمة، يوريهم مقدرته إن شاء الله، يوريهم إني أنا موجود، أنا رب الكون، أنا موجود. فأنا صبرت عليكم وإنتم مش صابرين على الناس، إنتم مرحمتوش الناس، فأنا صبرت عليكم. بس جه يوم الحساب إن شاء الله، هنشوفه اليوم ده إن شاء الله. زي ما قال فضيلة الشيخ متولي، محمد متولي يا جماعة، إن شاء الله يومها قرب إن شاء الله، وهنشوف يوم فيها إسرائيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إسرائيل، بحق الأطفال اللي استحلتي دمها دي. ربنا إن شاء الله بقدرته إن شاء الله يخفز بك الأرض، لأن انتي عند ربنا كده ثانية ثانية. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم والله العظيم والله العظيم تاني، أنا بعمل فيديوهات أكل يا جماعة. أي نعم هي قناتي على قد حالي وكل حاجة فيها على قد حالي، حتى فيديوهات الأكل، بس والله العظيم ما برضى أنشر فيديوهات أكل. شوف أبو جورج ده